السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المفسرة أسماء أحمد من قناة ولنا في الأحلام حياة. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن رموز وعلامات تدل على الزواج في المنام. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل ما نبدأ ندعي لكل البنات ربنا يرزقهم بالأزواج الصالحين إن شاء الله. رقم واحد، ارتداء المجوهرات في المنام. المجوهرات اللي هي العقد، الدبلة، الأنسيال، الغويشة، الخاتم، التاج على راسك. جميع المجوهرات تدل على الزواج. رقم 2، رؤية القرآن الكريم تدل على عقد القران. رقم 3، رؤية لبس أو ارتداء الحذاء الجديد. رقم 4، رؤية لبس فستان الفرح. رقم 5، رؤية القمر. لما العزباء تحلم بالقمر معناها زواجها من رجل مرموق ذو مكانة. وعلى عكسها الشاب الأعزب لو حلم بالشمس أيضا زواج له. رقم 6، الموت في المنام للعزباء معناه زواج، يعني انتقالها من بيت العزوبية إلى بيت الزوجية. رقم 7، اجتماع الأهل والأقارب والأصحاب على وليمة أو مناسبة أيضا يدل على الزواج. رقم 8، تناول الحلويات الشهية اللذيذة يدل على الزواج. رقم 9، النظر في المرآة، يعني تبص في المراية تلاقي نفسك حلوة معناها إن شاء الله قرب زواجك. رقم 10 وأخيرا، الحصول على جواز سفر أو تأشيرة سفر معناها إن شاء الله دخول الحياة الزوجية. كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون نال إعجابكم. اكتبوا لنا في التعليقات حابين نتكلم في إيه. بشكركم على كل كومنت إيجابي بيدعمني. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم على خير إن شاء الله، وإلى اللقاء.